السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى عندي في قناة وصفات مطبخ سلمى. اليوم جيت وجبت لكم معايا طريقة لطهي شرائح الثوم تجي بزاف هايلة ولا أروع، بدون زيت غازير. والبنة قلت لكم ما نحكي لكم شغل كو تاكلوه في الاستاك. هنا في صحن عندي كمية من الكمون، وعندي كمية من الملح، وعندي سنينات توم يكونوا مبروشين. من الأحسن أنكم تستعملوا توم يكون فري، واللي ما عندهاش تقدر تستعمل توم غبرة. ملي كيكون مرحي يعطينا نتيجة أحسن. نجيبوا شرائح تاعنا تاع الثوم نديروهم في مقلاة اللي تكون ما تلصقش، مع 2 ملاعق من الزيت. علاش قلت لكم يجي صحي ويجي بنين. كيما الزيت راكم تشوفوا درت حوالي 2 ملاعق برك، ونخليوه على نار لازم تكون قويه. دوك نقول لكم علاش قويه. نحكموا نرشوا شويه كمون هكا من الفوق، ونزيدوا الملح على حسب الرغبه. اللي يحب الملح يدير الملح، اللي يحب كميه قليله من الملح ايضا يدير كميه قليله. نخليوه قلت لكم على نار قويه باش يتكراميليزي لنا، يجي كراميليزي اون بليس ما يطلقش هذاك الماء تاعو. اي انواع من اللحوم ولا الاسماك سورتو يكون هكا على شكل شرائح، كي تخليو له النار قويه يطلق كامل هذاك الماء تاعو، من باك ما يجيكمش مليح. نسيو نمشوه هكا غير شويه شويه الثوم من الفوق، يبان لكم ماهوش يمشي من الماء تاعو، الماء تاع الثوم هذاك. علاش قلت لكم فري، سيو الثوم يكون فري، الماء تاع الثوم تمشيوه هكا من الفوق يطلق لكم الريحه بارتو. على كل حال اللي ما تحبش الثوم تقدر تستغنى عليها، تستغنى عليه. نخليوه هكا كيما قلت لكم على نار قويه حتى من ياخذ تحميره، وباك نجيبو بالا ونقلبوه. علاش بالا؟ باش ما يتكسرلكمش، تحافظوا على الشكل تاعو، بيسك في هذه الوصفه يجي الطري من بزاف الطون. هكا نقلبو للجهه الثانيه برفق. نكرر نفس العمليه، ندير كميه من الملح وايضا كميه من الكمون، ونزيدو كميه من الثوم. واللي تحب تضيف راس الحانوت ايضا تقدر. فوالا هكايا. وفي الاخر كي نشوفوه خدا تحميره شابه، نشوفوا الوجه اللي يكون حمر بالبزاف، هو اللي نخليوه من تحت. نجيبو حوالي نصف باش نديرو هذيك الصلصه اللي شتوها في لاسيات في الصحن عفوا. نجيبو حوالي 2 ملاعق كبار من الماء، ما تكتروش الماء. نرميوه هنايا في هذه المرحله، نقصو على النار. نرميوه حاولوا ما تقيسوش انكم ما تقيسوش السمك ديالكم، نرميوه غير مع الجوانب، ونخليوه يغلي شويه ماشي حتى من يتبخر لكم كامل هذاك الماء باش تسحقوها في لاسيات. وفي الاخير هايليك النتيجه اللي تحصلت عليها عن جد روعه. واش حنقول لكم في اخر الفيديو، اذا كنتوا اول مره تشوفوا فيها قناتي ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب وتشغيل الجرس ليصلكم كل جديد. وما تنساش تجربوا الوصفه وتدعوا لي معاكم. وباي باي، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.